السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم على شوية رموز في المنام بنشوفها اللي فيها دلالة على الحسد أو السحر. بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يا ريت يشرفني ويشترك في القناة. بص يا جماعة، اللي يتكرر معاه اسم سحر بالتكرار في المنام، ان كان رجل او ست او بنت عزباء، في المنام باستمرار كلمة سحر، ده بتبقي متصابة بسحر او في سحر. طيب لو شفت بئر قدامك في المنام، ده دليل على حسد او منظورة، لان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام اخوته لما لموه في البئر، فده كان حسد، كانوا غيرانين منه. تمام. طيب لو شفت خرم الإبرة أو الإبرة في المنام، الخرم بتاعها ده حسد، تبقي محسودة، هتحسدك. طيب لو شفتي في الباب بتاع الشقة بتاعتك خرم كبير، تبقى شقتك محسودة أو منظورة، مش اللي هي العين السحرية، لأ، في الباب نفسه. تمام. طيب لو شفت بقى ان اتكرر معاكي اسم رقية او رؤية، فده بتبقى انت محتاجة رقية شرعية. لو اسم رقية او رؤية اتكرر معاكي، بتبقى انت عايزة رقية شرعية، تعملي نفسك وتحصني بيتك وجسمك وكلك بالرقية الشرعية، او الرجل او البنت العزباء. رقية تبقى جاية من كلمة الرقوة او الرقية الشرعية. تمام. طيب لو اتكرر معاكي او ان انت شفتي يعني في جلابيات، يعني في الهدوم او في الجلبيه اللي انت لابساها او العبايه او الطقم اللي انت لابساه، بيبقى في دلالات تدل ان في خرم او ان هي مقطوعه من جنبه بس دايره، دي اعرفي ان انت في سحر ماسكك او حسد في جسمك. كل الدلالات دي يا جماعه داله على السحر او الحسد او المنظور. فيا ريت ان احنا نلتزم الرقية الشرعية يا جماعة، ونحصن نفسينا بالقرآن والصلاة، وربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا يا جماعة، وربنا يحفظكم من كل سوء، والله أعلى وأعلم. أنا الحاجات دي بتتكتب لي في التعليقات، فحبيت أرد عليكم.